22 سنة في الدوري الإنجليزي. جيمس ميلنر بيعادل رقم ريان جيجز 22 موسم يا جدعان في البريمير ليج. كل الشابوه والاحترام لجيمس ميلنر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخبار يا رجالة عاملين إيه؟ وحشتوني جدا جدا. أول حاجة يا صاحبي صلي على النبي عشان تاخد ثواب وناخد ثواب عليه أفضل الصلاة والسلام التسليم. ولو مش متابعني تابعني واعمل لايك واشتراك عشان تشوف كل جديد. جوارديولا يا جدعان بياخد البطولة رقم 36 كمدرب، البطولة رقم 36. أنت مستوعب؟ بيفوز بالسوبر الأوروبي على أشبيلية بعد ما كان أشبيلية متقدم عليه 1-0. بيقدر يتعادل 1-1 وبتوصل المباراة لركلات الجزاء. الحظ بيعاند أشبيلية وياسين بونو. كنت أتمنى ياسين بونو يفوز عشان ياخد بطولة قبل ما ينتقل للهلال السعودي. جوارديولا كده يا جدعان 3 سوبر أوروبي مع 3 فرق مختلفين، 4 سوبر أوروبي بيعادل الرقم القياسي بتاع أنشيلوتي. جوارديولا بيعمل عظمة ولسه فاهم انت ازاي؟ لسه في كاس عالم أندية والدوري جوارديولا هيفرتك الدنيا بالسيتي دي. جيمس ميلنر يا جدعان عجوز البريمير ليج، 22 سنة بيلعب في التوب ليفل، 22 سنة في البريمير ليج. صراحة حاجة فظيعة. بيعادل الرقم بتاع ريان جيجز السابق 22 موسم. جيمس ميلنر بيعادل الرقم. شابوه صراحة، مستوى عالي قوي 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 ان انت تلعب 22 سنة في المستوى دوت. كل التحية لجيمس ميلنر. ميكيسوني بقى بيطلع لسانه للأهلاوية، لكل الأهلاوية. رجع سيمبا واستقبلوه استقبال الفاتحين. يجي في السوبر بتاع تنزانيا على يانج افريكانز يفوز ويجيب هاتريك. ميكيسوني بيجيب هاتريك وبيتصور نايم على السرير مع البطوله، وكانه بيقول لكم زي مثلا ما طلع كده سابيو وهو بقى يجيب هاتريك وبقى شغال، كميته شغاله. هو الراجل ميكيسوني كميته شغاله مع سيمبا. مبروك لميكيسوني برضو. احنا ما بننساش الرجاله اللي تعبت معانا. الاتحاد السعودي يا جدعان عامل طلب كده انا شايفه ممكن يحصل، بما ان الحاجات اللي بتحصل دي كلها ممكن يحصل. الباشا عايز بطل الدوري المحترفين بتاعه السعودي يشارك في دوري ابطال اوروبا. يعني في 24 25 هيبقى نظام مش 32 فريق، 36 فريق. هو عايز بطاقه منهم، عايز بطل يعني الهلال السعودي والنصر يلعب في الشامبيونز ليج. هل ممكن تحصل؟ بفلوسك وبمالك وكل حاجه تمشي. يعملوها. اللي انا شايفه على العالم واللي بيحصل في العالم يعملوها، حتى لو عملها لهم سنه كده بقى بس تتعمل عادي. يعني توقع انك تلاقي النصر هناك، الهلال هناك. فاهم انت ازاي؟ انسو فاتي لاعب كده بتاع برشلونه. انسو فاتي يعني قاعد في المستشفى اكتر ما لعب، وبرشلونه قاعد يعالج فيه زي ما عثمان ديمبلي كده قاعد في المستشفى اكتر ما لعب. اول ما يشد حيله يقول لك انا عايز امشي. عثمان ديمبلي مشي راح باريس، وانسو فاتي بيقول لك عايز امشي. انسو فاتي ده على فكره خامه عاليه قوي كده، يعني لعيب جامد مبشر، بس بيقول لك عايز امشي. ما فاتش الفرقه وعايز يمشي. الله يكون في عون برشلونه صراحه. كولر بقى المدرب الجامد بتاعنا العبقري ده باجهزه كده حديثه لتدريب المهاجمين وتدريب الحراس ومش عارف ايه، وقال لك مش هنلعب ولا نتدرب على ملعب السلام ده تاني رغم ان الاهلي متعاقد على الملعب ده. قال لك انا هنتدرب ونلعب في استاد القاهره، لان استاد القاهره بيسمح لك تعمل جمل. المساحه الكبيره تسمح لك انك تعمل جمل وتعمل التكتيك بتاعك، غير الملعب لما يبقى ضيق بيبقى ايه، بيبقى في مصلحه الفرق اللي بتدافع اكتر مش من الفرق اللي بتهاجم. وده انا شايفه يعني تفصيله كده جامده قوي قوي من كولر وموفقه ان شاء الله. الشباب السعودي راصد 7 مليون دولار لزيزو بتاع الزمالك، وطبعا زيزو عايز يمشي وبعت ابوه النادي، وامير قال له لا حتى لو جالنا مليار جنيه. انت مالك يا عم اصلا؟ هو انت لسه قاعد؟ يلا انت لسه قاعد؟ انت ما ابوك مشي يا ابني، انت مالك؟ الراجل عايز يشوف مصلحته، هيلعب معاك وهو متقدر ملايين. انت فاهم؟ ملايين غير طبيعيه، والدوري السعودي بقى حاجه واو. كل الدنيا عايزه تروح هناك. مش عارف هل الزمالك يعني بيستنى بيغالي مثلا عشان السعر يعلى، الله اعلم. ده جدول بمباريات اللي النهارده، يعني اهمها مباراه الخليج واهلي جده. الخليج ليه؟ لان ابننا محمد شريف، شوف بقى رونالدو وماني والناس دي كلها، محمد شريف هيبقى هداف الدوري السعودي ان شاء الله. انا بقول لك اهو سجلها. سلام.